بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده يا بنات زي ما انتم شايفين كده، انا هعمل هريسة الفلفل الحلو مع الشطة. طبعا في ناس بتعمل فلفل حلو بس ما بيحبوش الحامي، وفي ناس بتعشق الحامي فبتعمل شطة بس. انا النهارده هعمل ميكس من ده على ده. طبعا زي ما انتم شايفين الفلفل جميل جدا وصحي. يعني تعرفي كده ان الفلفل حلو من اللمعة بتاعته، وانه مش مهري في ايدك، لا الفلفلاية سليمة. طبعا القمع بتاعها اخضر، مش مهرية في ايدك، ما شاء الله جميلة جدا. وشكلها يعني بيدل على انها يعني لسه يعني مجموعة دلوقتي حالا. لان طبعا البايتة بتبقى ممكن ضربة حتة طرية سودة، ما بتبقاش حلوه، فيها عفونه من جوه. فطبعا الحاجه هتخزنها تقعد عندك فتره كبيره، لازم تجيبيها كده لسه مجموعه وحلوه. زي ما انت شايفه كده، انا اول في الفيديو خالص وريتك ان هي ناشفه. انا غسلاها كويس جدا ومنشفاها من الميه، لان طبعا الميه ممكن تعمل عفونه وتبوظ الفلفل. احنا طبعا مش عايزين في ميه من بره علشان الرطوبه، وعلشان هيفضل معانا فتره كبيره. اول حاجه كده يا بنات، لو عندك كبه بتعمليها، لو عندك خلاط ما انصحكيش تعملي بالخلاط. في ناس بتعمل بالمخرطه. المخرطه بتاعت الملوخيه بتبقى حلوه جدا، لانك بتديلك قطع صغيره، انما الخلاط هيفرمها تبقى عامله زي الميه. انت عايزه تعملها في الخلاط بقى ومتعوده على كده، طبعا كل واحد بيعمل الحاجه اللي بتريحه. طبعا انا عاملاها في الكبه لانها بتدينا قطع كده صغيره، وبعملها بقى خشنه ناعمه زي ما انا عايزه بصراحه. فدي كده انا لقيتها خشنه، يعني هردها شويه تاني في الخلاط انها تنعم شويه. طبعا الفلفل في البيت لا غنى عنه، ما بنستغناش عنه ابدا. بيتحط على المخللات بيبقى جميل جدا، على الزيتون وعلى الليمون. بنعمل منه تتبيله البتنجان المشوي، البتنجان مثلا المقلي. بنعمل منه، باخد منه على الباميه، بيبقى جميل جدا يا بنات. وكمان السمك طبعا بيتحط في التتبيله بتاعه السمك، ان كان مشوي ولا مقلي. يعني من الاخر كده مفيش غنى عنه في اي بيت، وكلنا طبعا شاطرين وبنعرف نخزنه. النهارده يا بنات انا هعمل كده ميكس من الفلفل الحامي مع الفلفل البارد. طبعا كل واحد وله ذوقه في اكله. احنا بصراحه ما بنحبش الحاجه الحاميه قوي، بتبقى يعني ممكن تبقى حاميه بس نقدر نستحملها، يعني اللي هو الحامي البسيط. فطبعا في ناس بتعشق الشطة، طبعا بيخزنوا شطة كتير، او بيبقى خازنهم كله من هريسة الشطة دي بيبقى شطة بس. وطبعا في ناس ما بتحبش الحامي خالص، فبتعمل الفلفل اللي هو الحلو. انا طبعا عملت ميكس حلو مع الشطة كده، يشيل بعضه وما بتبقاش يعني على بال ما يفوت عليها شوية بيبقى الملح كده خلاها كده كلت الحمو اللي فيها. الملح بياكل الحمو يا بناتي، بيبرده شويه، ما بيخلوش ان هو الحامي اللي قوي زي ما يكون فريش. فطبعا انا عملت كده عملت الفلفل الاول وبعدين عملت الشطه، لان طبعا عارفين ان الشطه حاميه. فبلبس كده جوانتي في الشطه علشان طبعا مش هستحمل انها حاميه قوي، بتبقى على الايدين حاميه قوي وعلى الجلد. كده بنات اهو، انا زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم مفيش غنى عنها في اي بيت. وطبعا لو عايزه تخزني بتخزني اليومين دول. كلنا عارفين ان الفلفل ده بنات بيبقى اخضر وبعدين بيحمر. سبب انه بيبقى احمر ايه؟ درجه الحراره. طالما الجو حر بتلاقي الفلفل الاحمر، انما طبعا داخلين على الشتاء مش هتلاقي اصلا له اثر في السوق. فطبعا بتخزني بقى من دلوقتي، زي ما قلنا مفيش غنى عنه في اي بيت وكلنا بنحتاجه. انا كده بنات كنت هحط، يعني كنت بشاور نفسي ان انا احط كمية صغيرة على الفلفل الحلو علشان ما يبقاش حامي قوي. وبعدين قلت انا كده كده هحط ملح، والملح بيبقى يخفف من حدة الحرقان. فبعد ما حطيت الملح كده، وكنت هسيب الشطة لوحدها في جنب للسمك بس، فرجعت تاني في كلامي وقمت حاطه ده على ده. بتحط قد ايه يا ام هشام على الكميه دي؟ عايزه اقولك الكميه دي 2 كيلو فلفل حلو ونص كيلو فلفل حار او شطه. حطيت عليهم حوالي نص كيلو ملح. الملح ده بنات مش بتاع الاكياس، ده ملح بحر بيجي من عند العطار، بيبقى كويس جدا في الحاجات اللي انت هتخزنها دي، سواء مخلل سواء هريسه شطه. عايزه تعمليه باي حاجه وهتقعد عندك فتره طويله، بيبقى ملح البحر اللي هو الخشن احسن. طبعا هو انا كنت جايباه خشن، بس زي ما انت شايفه كده عملته او نعمته في الكبه وحطيته كده على الفلفل، لان طبعا ما ينفعش يتحط خشن على الفلفل، مش هيبوش الا بصعوبه طبعا. زي ما احنا شايفين، اول ما حطيت الملح صارت كده ميه ونزل الميه بتاعته، فما كانش ينفع ابدا ان الملح يتحط في الاول.
في ناس طبعا بتحط عليه ليمون، في ناس بتحط خل، في ناس بتحط بهارات يقول لك كده يبقى جاهز، في ناس تحط عليه توم. انا بنات دي يعني ايه بفضل الطريقه دي، انها هو بيبقى كده مفيش فيه اي حاجه، يبقى خام كده، عباره عن الشطه والملح فقط لا غير. ولما اجي اعمل بقى اي وصفه انا عايزه اعملها بضيف الحاجه اللي انا عايزاها. لو انا عايزه مثلا اعملها على السمك او البتنجان بضيف الثوم والتوابل بتاعتي. لو هي طبعا في اي وصفه بضيف التوابل بتاعت الوصفه. انا كده عندي البرطمانات يا بنات بلاستيك، ولو انت متعوده تعملي في برطمانات ازاز اعملي في ازاز. طبعا الازاز مش هينفع ابدا، عندي ولادي مهملين وممكن الحاجه كده ما بيحافظوش عليها، فممكن الشطه دي تنزل على الارض في الازاز، يبقى كده راحت الشطه وراح البرطمان في خبر كان. فانا بفضل كده بحطه في البلاستيك، كده امن يعني. في ناس برضو بنات بيحطوه في الفريزر، وفي ناس بيحطوه في التلاجة. انا عايزه اقولك ان دي طريقه والدتي الله يرحمها، وعمرها ما حطته في الفريزر ابدا. كانت تعمل الكميه اللي هي عايزاه وتحطه كده في برطمانات وتحطه في التلاجة عادي، ما بيجرالوش حاجه سنه كامله. والله يا بنات طريقه جميله جدا، وما فيش اسهل من كده. وطبعا كلنا ما بنستغناش عن هريسة الشطة دي، وبتبقى كده تحت ايدينا في اي وقت، وخصوصا الشتاء داخل، وهيبقى قليل جدا في الاسواق، وممكن ما تلاقيش الفلفل الاحمر ده خالص. فيبقى عندك كده حاجتك في البيت متخزنة تحت ايدك كده في اي وقت. زي ما انتم شايفين كده الفيديو خفيف، ما فيش فيه اي حاجة جديدة، كلنا شطار وبنعمل الشطة من السنة للسنة. فكده خلاص يا بنات الفيديو خلص معايا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وكمان دعوة حلوة من قلبكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.